بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم لمتتبعي القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم تشكيلة من الفواكه، بغيت نصبرها للشهر الفضيل إن شاء الله، شهر رمضان. كما راكم تشوفوا هنا عندي الخوخ والتفاح والعنب والبطيخ. البطيخ هذا النوع ماشي هذاك طري بزاف، هذا شويه شاد روحه، يحكم في التصبير. راكم تشوفوا هنا نقشر في التفاح ونقطع فيه الى مكعبات صغيره، ولازم تحكوه بالقارص باش ما يتكحل لكمش. سمحوا لي شويه راني مقريبيه. كما راكم تشوفوا لهنا باش ما تكحلش هذه الفاكهه لازم تفوتوا عليها هكا حكه تاع القارص. قطعت الفواكه كما راكم تشوفوا الى مكعبات صغيره، ولازم بطبيعه الحال لازم تكون الفاكهه شاده روحها، ماشي هذيك اللي طايبه بزاف. تبعوا لهنا الفيديو معايا رايحين تفهموا مليح. هنا كما راكم تشوفوا، الا استعملتوا الخوخ نيكتارين ما تقشروش هكا، قطعوه مباشره. ولا استعملتوا الخوخ النوعيه اللي نعرفوها، ذاك اللي عنده شويه القشره قطيفه، هذيك لازم تقشروه، هذاك لازم تقشروه. بصح هذا النيكتارين ما تقشروش، قطعوه مباشره استعملوه. وكما قلت لكم دائما الفاكهه اللي تستعملوها للتصبير لازم تكون شاده روحها سوا، ما تكونش طريه. ما تنجح لكمش هذيك الفاكهه اللي تكون طريه بزاف. وتنحوا كما راكم تشوفوا فيا هنا في الفيديو، راني نحي هذاك الجهه هذيك الطريه الفوقانيه تاع الفقوس، حنا نقولوا الفقوس، كاين اللي يقولوا البطيخ. عفوا سمحوا لي راني شويه مريضه. هنايا كما تعودتوا عليا دائما البنارات لازم تكون معقمه في الماء مغلي، تخلوها 10 دقائق وتطفوا عليها وتخلوها تبرد، ومن بعد تستعملوها للتصبير. كما هكا حطوا الفاكهه تاعكم اللي كنتوا ديجا قطعتوها الى مكعبات، وتكونوا كذلك عصرتوا عليها القارص باش ما تكحلش. حطوها في البناره مليح. الا بغيتوا تشوفوا كيفاش عقمت البلاره، تشوفوا روحوا رجعوا للفيديو تاع تصبير الذره، تصيبوني دايره كيفاش عقمت البلارات اللي نستعملهم في التصبير. هنايا راكم تشوفوا راني ندير الفاكهه اللي قطعتها في البلارات تاوعي كاملين، نديرها لداخل. اذا ما كانش كاين عندكم القارص، تقدروا تستعملوا لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك هكا نصف ملعقه صغيره في كل بلاره. الا ما كانش عندكم القارص، من المستحسن تكون القارص خير، حاجه طبيعيه خير من المواد الكيميائيه هذه. هنا راني ندير في كل بلاره درت فيها السكر. هنا السكر على حسب الذوق، انايا درت واحد ملعقه كبيره. انا الفاكهه معظمها تكون حلوه شويه، ما كثرتش السكر، درت ملعقه كبيره في كل بلاره. والبلارات هاكم تشوفوا فيهم مش كبار بزاف، درت غير مغرف وحده لخاطرش البلارات صغار. والحلاوه هنا تبقى على حسب الذوق. هذه كبيره درت فيها ملعقه ونصف تاع السكر، والاخرين ملعقه. ولا هنا راكم تشوفوا فيا زدت ملعقه صغيره تاع الفانيليا. في كل بلاره ملعقه صغيره تاع الفانيليا للنكهه، واللي تبغي ما ديرش نورمال. انا بغيت نزيد الفاني. وفي كل بلاره درت حوالي ملعقه تاع عصير ليمون باش يحافظ على الفاكهه تكون صافيه، تكون ما تكحلش. ونفرغ الماء بارد عادي، نخليه 1 سنتيم على الغلاق، ما نعمروهاش حتى الفوق بالماء، نخلو واحد المقدار تاع 1 سنتيم
ما نعمروهاش كامل بالماء كيما راكم تشوفونا، مانيش معمرتها حتى للفوق لان دوك يهبط السكر وتشوفوا مش معمره مليح. نهزوها مليح هكا نخبطوها على الطابله مليح باش يخرجوا هذوك الفقاعات تاع الهواء. هذه الخطوه ضروريه، تهزوهم هكا على الطابله تضربوا كيما راكم تشوفوني نخبط فيهم على الطاوله باش يخرج كامل فقاعات تاع الهواء تخرج. نغلقوا البلارات مليح، لازم نزيروهم كما يلزم الحال لازم. وفي طنجرة ولا أي حاجة عندكم يدخلوا فيها البلارات تحطوا طرشونة من تحت، تحطوا تستفوا البلارات تاعكم وتفرغوا عليهم الماء حتى للمنتصف، كما بارد عادي ماهوش سخون، هذا الماء اللي نفرغ فيه. كما راكم تشوفوا هنايا، وحطوهم فوق النار وتخليهم يغليوا 20 دقيقة. كي يكملوا 20 دقيقة طفوا عليهم تخلوهم يبردوا في الماء تاعهم. وهي النتيجة الأخيرة اللي تحصلت عليها، هي سلطة الفواكه راهي جاهزة. دوك نخبيها حتى رمضان ان شاء الله، الى حيانا ربي كنا من الحيين. وإلا جا كاش ضيف على غفله ولا عارفين الواحد يفرح كيما يفرح ولادو ويحمر وجهه قدام الضيف. هذه يعني راح نزيد نعاونها. هذه كما راكم تشوفوا هنا البناره ما نجحتليش في التصبير، تفتحت لي ما غير صالحه للتصبير، هذه ناكلوها هذه الايام. اما البلارات الاخرين هذو 3 ان شاء الله نخليهم الى حيانا ربي رمضان، نزيد نزكيهم مع فاكهه اخرى، خاطرش لازم تزيدوا معاهم شويه فريز شويه بنان شويه هكا، وتكون كما قلت لكم سلطه متنوعه وغنيه بالفيتامينات، وخاصه في رمضان وتكون منعشه. اللي جربتها ان شاء الله تنجح معها هذه العمليه التصبير، وان شاء الله ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم، وتكون على الاقل ولو واحده من اللي شافوا الفيديو هذا واستفادت وجربت الوصفه هذه. واكيد اكيد راح تعجبكم، وخير من اللي تنشرها من برا في مواد حافظه، وهذه طبيعيه على يدك في دارك. وتستبني الفاكهه كي تكون موسميه تكون رخيصه، ماشي كيما من تكون فات الوقت تاعها تكون غاليه بزاف. ان شاء الله نكون انفعتكم، واللي يعجبها الفيديو تخلي لي تعليق وتخلي لي اعجاب، واللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك. ونقول لكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.